السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة كات ديليس. نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. ولا فيديو تاعي هذه تاع نهار اليوم تلقاكم كامل لاباس. دونك اليوم رجعت لكم باخر وصفة لسلسلة حلويات عيد الاضحى تاع هاد السنة. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا ويرفع علينا ربي هاد البلا، قولوا امين. دونك كما راكم تلاحظوا خدمت معاكم بقلاوة عصرية بزاف، يعني هي بقلاوة تركية محشية بالشوكولا. هاد الطريقة يخدموها بزاف الاتراك، بصح هما في لاباط تاعهم يعني لاباط فيلو يديروا لها الكاكاو باش تجي كامل سودا، يعني تجي كامل كحلة. تجي لاباط فيلو تاعهم او شوكولا وتزيد محشيه بالشوكولا. انا هكذاك ما عجبتنيش صراحه، المنظر تاعها تبان ديغي محروقه تبانش يعني تشهي. دونك انايا حبيت نغير شويه فيها وخدمتها معكم وشاركتها معكم. كما كنت تشوفوا تجي قوه، تجي بزاف هايله. خدمنا ديجا مع بعضنا في القناه، كاينه الوصفه اللي يحب يشوفها. بقلاوه ملفوفه تركيه محشيه بالكاوكاو، تجي مقرمشه وبزاف بزاف هايله. راح نخليكم مرابط تاعها في صندوق الوصف، اللي ما شافهاش حبي يشوفها يدخل غير في الرابط هذاك تخرج له مباشره. بصح اليوم راح نشارك معكم ادق التفاصيل باش تنجحوا في البقلاوه وشوكولا. واش نحتاجو؟ عندنا لاباط فيلو، انا ديما نستعمل هاد الامينه والاميره عفوا، تجي بزاف هايله، فيها 500 غرام، يجوا فيها لداخل 12 ورقه، خاطر الداخل يجوا بالورق. دونك هنا راح نوري لكم كيفاش تعرفوا انه البقلاوه تاعكم جديده، باسكو هما كما راكم تشوفوا هنا يكتبوا لكم تاريخ الانتاج، بصح تاريخ انتهاء صلاحيه الانتاج ما كاش. باسكو علاش؟ هاد البقلاوه وقتاش تبيريما ولا وقتاش يعني تاريخ الانتاج تاعها، تاريخ عفوا انتهاء صلاحيه تاعها كي تفتحوها يضربها الريح صايي تخسر تيبس وما تقدروش تخدموا بها. دونك نتوما ديما كي تخدموا بها لازم تشرو لا دات تكون قريبه ليوم تاع نهار اليوم هكذا. دونك هنا عندي السمن نجمو تعوضوه بالزبده والزيت. عندي هنا كميه تاع شوكولاته الطاليه درتها في لابوشادوي، وعندي كميه تاع الكاوكاو محمص ومطحون خشين. انا حنستعمل هاد العود، لقيتو يتباع هكذا باش واش يديروا به، بصح انا حنستعين به. وانتم تنجموا ما ديروش العود، بصح الشكل تاعها ما يجيكمش هذاك المكمش اللي من الفوق بزاف شباب. دونك استعملوا اي عود. شوفوها بعد ما حليتها كي تكون لا دات جديده يعني قريبه. انا هنايا لقيتها 27 جوان نورمالمون، ماناش بعد، انا في جويي. دونك لا دات عندها واحد شهر ملي تخدمت. كي تلقاو لا دات بزاف بعيده كيما انا لقيت تاع المواد مارس ولقيت تاع المواد جوان، تسمى المواد جوان هي اللي مليحه. نتمنى تكونوا فهمتوني، ولا عندكم شي سؤال طرحوه لي في التعليقات راني نجاوبكم بالواحد، ولا راسلوني في الانستغرام في الخاص. اللي عنده اي سؤال نجاوبكم بالواحد، جامي ما جاوبت ولا واحد فيكم. دونك هنا كيما كنتو تشوفوا لاباط فيلو السر تاعها يفو توجور تغطى، يفو جامي تخلوها هكذاك مفتوحه يضربها الريح راح تيبس وتترمى، يعني ما تقدروش من بعد تخدموا بها. دونك هنا نخدموا بالورقتين، يعني نرفد زوج ورقات. هنا انا خديت الورقه الاولى راح نبدا ندهنها بهذاك السمن راح يعطي لها بنه اكثر من الزبده، بصح تقدروا تخدموا مزيج بين الزبده والزيت، ماشي زبده وحدها، خاطر الزبده وحدها راح تجمد، بصح ديروا خليط بين الزبده والزيت. راني ضفت الورقه الثانيه من فوق وراح ندهن لها كامل، خاصه الاطراف تاعها بهذا الشكل. جاتني شويه صعيبه نصور لكم هذا الفيديو صراحه، بصح معليش راني نحاول، لانه الورقه تاع لاباط فيلو كبيره مع لا كاميرا ما حكمتهاش كامل، بصح معليش. دونك كيما راكم تلاحظوا الطريقه كيفاش نخدموا هذه هي. دوكا انا هنايا حطيت هذاك العود وقلبت عليه شويه تاع لاباط ودرت واحد لاكوش تاع الشوكولا تكون لاباس بها هكذا باش تبان كي تقسموها، ونزيدو شويه كاوكاو محمص ومطحون خشين. هاد الكاوكاو حمصوه مليح باش يجيكم بنين، ونديروا رشه خفيفه هكذا من الفوق، ما ياخدش بزاف. انا خدات لي ميم با كيلو، خدمت كميه كبيره وخدات لي ميم با كيلو. دونك هنا ونبدا نلف يعني نفس الطريقه كيما البقلاوه الاخرى، سي جوست كو هذه فيها الشوكولا. بعد ما نلفوها هكذا كيما راكم تشوفوا
نحطوها نغلقوها من التحت، يعني نعبزو عليها ونبداو نكمشو غير بشويه، ما تعبزوش عليها بزاف لانه الشوكولا طريه سينو تتقطع لكم العباد. دوكا انا هنايا راح نحيها من الجوانب، نحي هذاك العود اللي خدمت به ونرفد في السنيوه اللي نكون دهنتها بشويه سمن، ونحاول كيفاش نديرها في البلاصه الضيقه. باسكو علاش هاد العجينه باش تجيكم هذوك التكمشات هذوك اللي يجوا من الفوق لا ما باش كيفاش يسموهم، باش يجوكم هكذا شابين، لازم تحطوها في بلاصه ضيقه، تكون شويه ضيقه باش تكمشوا العجينه تاعكم. دونك هنا راح نزيد نخدم معاكم حربوش واحد اخر بنفس الطريقه دائما. انا هنا الورقات هادو تالمون طريات تقطعت لي، بصح معليش كي تقطع لكم الورقه بالك وترموها تنجموا تخدموا بها، لانه بعد ما تطيب عفوا ما راح تبان انه الورقه كانت مكسره ولا. وهي الطريقه هاني هنا كمشتها بلا ما استعملت العود وجاتني ما شاء الله. سي جوست كعرفوا كيفاش تسقموها داخل السنيوه تاعكم. دوك هنا راني شعلت الفرن واني ندهن شويه من الفوق هكذا باش تجيني حمراء وشابه وتدير لي لا دوغ هذيك من الفوق، وراح ندخلها الطيب. ما تغفلوش عليها، حوالي 35 دقيقه ماكسيموم. كي تشوفوها انطوكا كي تحمر من التحت تحمر من الفوق تانيت، تشوفوها حمرت لكم من الجوانب وشويه تبدل اللون تاعها من الفوق، تما شعلوا عليها من الفوق باش تحمر لكم شويه. يعني لاباط فيلو رقيقه ما تاخذش طياب. الشوكولا يعني ما عنده ما حيطيب فيه. وهاي ليك بعد ما طابت الريحه ما نحكي لكمش، بزاف روعه. دوكا هنايا واش راح ندير، ناخذ العسيله تاعي ثقيله، ما نضيف لها والو، يعني من الباطه راني حطيت الباطه قدامي وراني نعسل كيما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. تعسلوا مباشره، خاصه في هادوك يعني لي فيد هادو دخلوا لها كامل العسيله، خلوها تتعسل. كي تشوفوا يعني العسل هكذاك في السنيوه تبان لكم الاطراف والجوانب، دونك انا نخليها تتعسل تشرب مليح حوالي 3 سوايع 4 سوايع، ولا ماشي مزروبين عليها، خلوها ليله كامله، غطوها باش ما تيبسش. نزينها قطعوها كيما حبيتوا، طويله صغيره لكم الاختيار، ونشبحها ونشوفوها مع بعضنا ان شاء الله في صحن التقديم. ما تروحوش بعيد. بقلاوه الشوكولا تاعنا راهي جاهزه. كيما راكم تلاحظوا انا قسمتها هكذا طويله باسكو هما هكا يديروها. دونك انا زينتها، عطيت لكم شكلين تاع التزيين، تنجموا غير ترشوا عليها شويه داك الكاوكاو الاخضر اللي منكه بالفستق، كيما تنجموا ترشوا عليها شويه تاع الشوكولا باش تذكروا انه فيها شوكولا. دوكا هنايا راح نقرب لكم حبه نقسمها معكم باش تشوفوا القوام تاعها. كيما كتشوفوا تتقسم بكل سهوله وتجي محشيه بالشوكولا. الله تجي بزاف هايله. ننصحكم تجربوها، انا عجبتني بزاف. انا جربتها في رمضان وعجبتهم في الدار، قالوا لي عاوديها لنا، دونك راني عاودتها وشاركتها معكم. نتمنى كنت خفيفه عليكم وعجبتكم. نخليكم في رعايه الله، ما نعيدش عليكم لانه راح نولي نطلع عليكم في العيد ان شاء الله، ونغافر كل واحد فيكم. تهلاو في رواحتكم. سلام.